السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم. طبعا الجميع يعني سمع تصريح نتنياهو ضد السعودية، وأنا تكلمت في فيديو سابق حول هذا الموضوع أنه نتنياهو يعني قال للسعودية لما طالبت بعدم تهجير الفلسطينيين أو بإقامة دولة فلسطينية شرط للتطبيع، فقال لهم، قال إذا أردتم أن تقيموا دولة فلسطينية أو تقيموا لهم دولة فلسطينية فخذوهم وابنوا لهم دولة في أرضكم أو في أراضيكم الشاسعة. طبعا السعودية لم تعلق ولم ترد حتى الآن لا يوجد بيان واضح جدا رد صريح على هذا التصريح الاستفزازي المهين المذل من نتنياهو رئيس وزراء الكيان المحتل فلسطين. ليس هناك رد حتى الآن يعني، وإحنا ننتظر رد. طبعا حتى لو كان في رد أو بيان على بيانات دول عربية أخرى، أيضا هو لا يساوي ولا يوازي هذا التصريح المستفز. لكن مع هذا السعودية ردت، ولكن رد السعودية طبعا ما هو بالرد البسيط، ولا هو بالرد اللي أنتم تتخيلونه، ولا هو بالرد اللي أنتم يعني أعتقد أنه من الردود الذي أنتم تعودنا أو اللي إحنا تعودنا فيها على النظام السعودي أنه يرد هذه الردود. إيش الرد يعني؟ طبعا أنت لما يعني سيادتك الوطنية تنتهك بتصريح استفزازي، وبنفس الوقت يعني الخطوات تمشي تجاه هذا المخطط بالتهجير، يعني من ناحية ترامب ولا من ناحية نتنياهو أو من ناحية كذا. أنت إذا أول شيء أنت تسوي إيش لما يكون فيه انتهاك لسيادتك أو حرب متوقعة على شعبك أو على أرضك أو على كذا؟ أول شيء وشو؟ أنك توعي المجتمع. طبعا السعودية اتخذت قرار حاسم جدا. وش تتوقعون يعني اتخذت هذا القرار؟ اتخذت قرار أولا بالتعميم على خطباء المساجد وأئمة المساجد، بس تتوقعون على إيش؟ اتخذت قرار أنه مثلا أن يخطبوا الناس عن الجهاد في سبيل الله وفضل الجهاد، ولا عن الكيان الصهيوني المحتل أراضينا في الشام أو لمقدساتنا في الشام أو كذا. لا، مو كذا. اتخذت قرار حاسم وردت ردا حاسما وجازما وحارقا ولكن على مين؟ على أبناء شعبها، على شريحة من أبناء الشعب. عمم وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ أن يتم خطبة جمعة، أن يعمم خطبة الجمعة على جميع خطباء وأئمة المساجد على الكيان الصهيوني، على شحذ همم الناس للمدافع عن أرضهم وأوطانهم وبلدهم ودينهم. لا لا لا، ومقدساتهم. لا لا، هذا ليس هو العدو الحقيقي لهذا النظام العميل ولهذا النظام اللقيط. ما هو العدو الحقيقي؟ العدو الحقيقي هم أبناء الشعب، هم أبناء جزيرة العرب من نجدها وحجازها ويمنها وبحرها بل عدوها الحقيقي هم أبناء أو كل من يتحدث اللغة العربية وكل من يقول لا إله إلا الله أو ينتسب للإسلام. تعتقد أنهم عمموا هذه الخطبة للتحذير من الكيان الصهيوني ولبيان جرائم الكيان الصهيوني والانتصار لأهل غزة والانتصار لأهل فلسطين والانتصار لمقدساتنا في الأقصى أولى القبلتين؟ لا، قالوا والله في عندنا عدو هو الذي يخترقنا الآن، هو الذي ينخر، هو الذي سيدمر، هو الذي سينتهك الأرض والسيادة. تصدقون كلام نتنياهو مجرد تصريحات، ولكن عندنا ناس في شعبنا هم اللي ينتهكون. من هم طيب؟ قالوا والله في فقراء وفي شوية متسولين وفي ناس يبحثون عن لقمة العيش والأكل والشرب من أبناء البلد سواء من الحجاز أو نجد أو اليمن. هؤلاء هم العدو الحقيقي، ولا بد أن يتم تعميم خطبة ضدهم، ضد هذه الشريحة اللعينة الذي تم تجويعها. لماذا تصرخ من الألم؟ لماذا تخرج إلى الشارع لتطلب
الأكل والشرب. لماذا؟ هذا هو العدو وليس العدو نتنياهو. هذا ما يقوله النظام السعودي. عمموا خطبة القادمة بعد غد أو بعد غد تقريبا، ستخطب كل مساجد ومنابر ما تسمى المملكة السعودية، ستخطب كلها ضد شريحة من أبناء المجتمع، ضد ضحية من ضحايا النظام اللقيط، النظام الناهب للثروة والناهب للمال والناهب للحرية والناهب للكرامة، الذي لم يصنع دولة ولم يصنع اقتصاد ولم يصنع تنمية ولم يصنع سوق فيه وظائف تكرم أبناء البلد. إذن هؤلاء هم الشريحة من أبناء المجتمع، هم الذين يهددون الأمن القومي للمملكة، الأمن القومي للبلاد الجزيرة العربية، الأمن القومي للعرب. لماذا تطلب أكل رزقك؟ سبحان الله. علي بن أبي طالب يذكر عنه أثر يقول: عجبت من إنسان لا يجد أو جائع ثم لا يخرج متوشحا سيفه، أو ليلتقط لقمته من فم هذا الظالم الطاغية. إنه إذا وجد جوع، إذا وجد متسولين، إذا وجد هذا الجائع والمتسول، سيوجد ناهب وسارق للثروة وناهب لحقه من المتنفذين. فهذا هو الرد القاصم الحارق المدمر من النظام السعودي، أنه يستهدف أبناء شعبه. وهكذا تعودنا على النظام السعودي دائما. العدو في طهران يقتل أبناء اليمن، العدو في طهران يقتل شيعة القطيف ولا شيعة الشرقية، العدو في أمريكا يقتل أبناء البلد ويقاصص فيهم لأنهم ينتسبون إلى مش عارف إيش إرهابية. العدو في الغرب يحارب الإسلام ويسوي عليه قانون جاستا، وهو يقتل أبناء البلد ويسجن أبناء البلد. العدو في تل أبيب الذي يحتل الأرض ويحتل المقدسات ويهدد باحتلال الجزيرة العربية، وهو يستهدف شريحة مسكينة، شريحة حرمها الطاغية والمستبد من حقها في الأكل والشرب وفي الحياة الكريمة وفي السكن وفي الحياة الكريمة. نكرر: الجزيرة العربية يا جماعة هي أغنى منطقة في العالم، ومع هذا أهلها أكثر من 95% من أهلها هم تحت خط الفقر. الجزيرة العربية قاطبة، يمنها ونجدها وحجازها وبحرها، هي أغنى منطقة في العالم، ولكن 95% يعيشون تحت خط الفقر. تحت خط الفقر، لا يجدون مأكل ولا مشرب، ولا يجدون حياة صحية كريمة، فضلا أنه أيضا لا حرية لا كرامة لا شيء، لا سكن. وللعلم السعودية 23% فقط هم من يمتلكون سكن ملك، وباقيهم يمتلكوا إيجار فقط، وباقي لا يمتلك وإنما يسكن بالإيجار، سواء إيجار تابع للبنك بالتقسيط بالقرض، أو 50% أو 48% تابع يعني ما عنده إيجار تابع للقطاع خاص. فهذا هو الرد الحارق المدمر من النظام السعودي لنتنياهو، أنه يقتل أبناء شعبه، أنه يستهدف أبناء الشعب بحجج واهية طبعا، وأنا بحاول أني أخصص لهذا الموضوع، إن هذا أجانب وإن هذا اللي مش عارف إيش يدعمون منظمات ويدعمون كذا، في الوقت الذي هو النظام السعودي هو أكبر متسول من خلال منصة إحسان ومنصة مش عارف إيش وكذا. لكن خلونا نشوف يعني الآن مثلا الرد على نتنياهو بالبيان أو البيانات الذي ظهرت، الذي أحرج النظام السعودي ليحدث بيان أو يصدر بيان تافه أصلا، بيان تافه ردا على بيانات مصر والإمارات وقطر والكويت والعراق والبحرين وعمان وغيرهم. هل هذا البيان يوازي
ما فعله النظام اللقيط السرطان الخبيث ما فعله في اليمن؟ هل اليمن وأهل اليمن الذين يحاصرون من 40 سنة، هل هم يهددون أبناء نجد والحجاز ويهددون أمنهم القومي؟ هل أصحاب الأرض هم يهددون الأرض؟ هل أهل الجزيرة العربية هم من يهددون أهل الجزيرة العربية؟ وهل الرد على نتنياهو الذي انتهك السيادة السعودية هو نفس الرد على أهل اليمن؟ هل هذا الرد، هل تم تجهيز تحالف عربي؟ هل تم تجهيز والإعلان عن تحالف عسكري؟ لا يا حبيبي، لأنه مو عدو، ليس هو العدو الحقيقي. ولا تنسوا أنه ترامب قال في فترة ما أنه لولا السعودية لكانت إسرائيل في ورطة شديدة، حتى تدركوا حقيقة هذا النظام، وحتى يدرك من لا زال يشك ولو 1% أن هذا النظام سينصر الإسلام والمسلمين، سينصر أبناء البلد، سيحفظ لك كرامتك، سيحفظ لك دينك، سيحفظ لك عرضك. طيب، هل الموقف ضد هذا الكيان وضد هذا التصريح يوازي الموقف الذي حصل مع قطر قبل 4-5 سنوات بعد دبلجة تصريح وكذب أو مكذوب على قطر أو على قيادة قطر، ثم اتخذت إعلان الحلف مش عارف إيش والحصار والمقاطعة القطرية ومنع الطيران القطري أن يمشي في الأجواء السعودية؟ هل الموقف من الكيان اللقي، من الكيان المحتل لأراضينا، هو نفس الموقف الذي اتخذ ضد أبناء الجزيرة العربية في قطر وضد أبناء الجزيرة العربية في اليمن وضد أبناء الشعب أنفسهم؟ لو أن أهل الحجاز طلبوا مثلا بإقامة دولة الحجاز، أو أهل الشمال بإقامة دولة تبوك أو عرعر أو مش عارف إيش، لا طبعا. إذن هذا النظام هو وجد حتى يحاربك أنت يا ابن الجزيرة العربية، حتى يحاربك أنت في رزقك، يحاربك في كرامتك، في حريتك، في دينك، في عقيدتك، وما وجد ليحميك، إنما وجد ليقتر عليك في رزقك، من أموالك، من ثرواتك، من أهلك، من ثروات أهل هذه الأرض. وهذا نداء لكل من لا زال يشك أو يظن أو يحسن الظن في أن هذا النظام في يوم من الأيام سيكون حمل وديع، أو سيكون فعلا صادق مخلص مع أمته، مع مجتمعه. نظام لم يحسن لأبناء شعبه، نظام لم يحسن لأبناء مجتمعه، نظام لم يعطيهم حقهم في حريتهم وكرامتهم، بل حتى الآن يمعن في نهب ثرواتهم ونهب ضرائبهم باسم ضرائب ورسوم ومخالفات. هل تعتقد أن هذا النظام سيحمي الأرض من العدو الخارجي؟ إذا كان هو يمارس العداوة ويمارس الاعتداء على أبناء الأرض في نهب الثروة ونهب الأرض ونهب وتشبيك الأراضي ومنع الناس من الاستمتاع في أرضهم ومن الرقابة على أموالهم وثرواتهم وتطوير أراضيهم وبلدانهم، هل تتوقع أنه سيمنع عدو خارجي من الاعتداء على الأرض؟ الذي لا زال يظن هذا يركب له قرون أو يركب له آذان، لأنه أصبحت الأمور واضحة جدا، أصبحت الأمور واضحة جدا، واضحة للعيان أن هذا النظام لن يبني دولة ولن يبني تنمية ولا اقتصاد، ولن يكون إلا خنجر مسموم في خاصرة الأمة وفي خاصرة الجزيرة العربية وأبناء الجزيرة العربية. ولن تقوم لكم قائمة يا أبناء الجزيرة العربية ويا أبناء العرب
ويا أمة الإسلام لن يقوم لكم قائمة ما دام هذا الكيان يحتل مكة والمدينة، ما دام هذا الكيان يسيطر على ثروات الجزيرة العربية، ما دام هذا الكيان هو اللي يصدر لكم الإسلام الأمريكي المحرف المزيف، لن تقوم لكم قائمة حتى تتخلصوا من هذا السرطان الخبيث، من هذا النظام اللقيط، من هذا الكيان اللقيط الذي يحتل أرضكم ومقدساتكم. وعندما تتخذون موقف أو على الأقل عقدي تجاه هذا النظام وتجاه هذا الكيان، أعتقد ستشعرون بنوع من الحرية، ستشعرون نوع من الإباء، لأنه لم يوجد إلا ليخنعك، إلا ليخضعك، إلا ليصدر لك الخنوع والذل والهوان فقط. هو والكنيسة النجدية، هو الدين المزيف، هو أدعياء السلفية الذين يتكلمون باسم السلف وباسم السلفية. ثم يا جماعة الخير الأمور واضحة جدا. قارنوا بين ما حصل في قطر وما حصل مع أهل اليمن وما حصل مع أهل العراق من قبل، وما حصل مع أبناء البلد أنفسهم، ما حصل مع شيعة الشرقية، وما حصل مع الناس المطالبين بالإصلاح من السنة. كيف تعامل معهم هذا الكيان اللقيط، وكيف تعامل مع من صرح وانتهك السيادة. بعدين خرجت لك تصاريح عقيمة من القناة الإخبارية الأولى تشيطن نتنياهو، وأن نتنياهو هذا المتشدد المتزمت. وعلم هذا نتنياهو من اللي كان مدعوم من الملك سلمان ب$15 مليون لحملته الانتخابية. 15 مليون دولار مدعوم من الملك سلمان. وبعدين الآن قاعدين يشيطنوا نفسه شخصه هو، ما يشيطنوا الكيان اللي يرتكب الجرائم والمجازر والمش عارف ايش، ما يشيطنوه هو. وليش مختلفين هم على التهجير؟ هم يبغون يقضون على غزة كلها. شرط التطبيع عند محمد بن سلمان وعند أنظمة الخليج والأنظمة العربية إنه اقضي على المقاومة واقضي على غزة حتى نطبع معك. كنت تستغربون هذا الكلام، لكن هذا حقيقة ونطق فيها السيسي أصلا. يقول تبغوا تهجروهم هجروهم إلى مش عارف إيش، تبغوا تقضوا على المقاومة اقضوا عليها. من ثم يا جماعة الخير هذا النظام لن يرد غازيا ولن يرد معتديا، بل هو من الآن يطبع ويسلم الأراضي طوعا واختيارا للعدو الغاصب المحتل لأرضنا ومقدساتنا في الشام. ولا عذر لأحد أن يقول والله يا أخي هذو حماة الحرمين، هذو لي مش عارف إيش، هذو لي كذا، هذو لي كذا، لأن الأمور أصبحت واضحة وأصبحت جلية جدا. العدو يغزو من الخارج، هو يستهدف أبناء البلد. العدو في طهران هو يستهدف أبناء اليمن وأبناء الشرقية. العدو في تل أبيب هو يستهدف المتسولين، لأنه هم العدو وليس هو العدو، وليس العدو نتنياهو. ولذلك الذي لا يدرك هذه الأشياء ولا يعني يلاحظها ويتابعها، طبعا كثير من الشعب مغيب، كثير من شعوبنا مغيبة تبحث وتلهث عن لقمة العيش، وليس لها ولا عندها أي وعي مع الأسف الكثير من شعوبنا. لكن النخب هم يدركون هذه الحقائق ويسمعونها، ومع الأسف هم لا ينبسون ببنت شفة ولا يقولون كلمة الحق. إذن الذي لا زال يعول على هذا النظام في أنه ينصر دينا أو يحفظ كرامة أو يحفظ حرية أو يحفظ بلد أو سيادة هو إنسان واهم. أسأل الله عز وجل أن يصلح حالنا وأن يبصرنا رشدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.